ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. انا احمد عادل ودي قناه تتعلم ببساطه. النهارده هنجاوب على سؤال اتسال لي كتير جدا، وهو ازاي اذاكر هياكل البيانات. الموضوع بسيط جدا والاجابه بسيطه، فما تقلقش من اي حاجه. دلوقتي اول حاجه بس عاوزين نعرف يعني ايه هياكل بيانات او داتا ستراكشر. هياكل البيانات بكل بساطه هي عباره عن طرق بنقدر نستخدمها عشان نرتب البيانات عندنا في ذاكره الكمبيوتر، عشان نقدر نستخدم البرنامج بتاعنا بكفاءه عاليه. ومن طرق هياكل البيانات عندنا طرق كتيره جدا، منها الاري او المصفوفات، منها اللينكد ليست والدبل لينكد ليست والكيو والستاك والتري والهاش، وحاجات كتيره جدا في موضوع هياكل البيانات. فدلوقتي بقى عاوزين نعرف ازاي نذاكرها، عشان انا دلوقتي عندي مشكلتين. المشكلة الأولى إن أنا أصلا مش فاهم يعني إيه هياكل بيانات، فبالتالي مش هكون عارف أذاكرها. والمشكلة التانية اللي ممكن تقابل أي شخص إن هو هيكون فاهم هياكل البيانات بس هو مش عارف إزاي يذاكرها. تعالى دلوقتي سيبك من المشكلة الأولى وتعالى نمسك في المشكلة التانية، اللي أنت فاهم هياكل البيانات بس مش عارف تذاكرها إزاي. والطريقة اللي تذاكر بيها هياكل البيانات بكل بساطة وهي الرسم. الرسم في هياكل البيانات من أفضل الطرق اللي ممكن تستخدمها عشان تقدر تفهم هياكل البيانات، وكمان تقدر تفهم هو الكود ده اتكتب ازاي. وعلى فكرة طريقة الرسم دي او طريقة تتبع الكود بتاعك بورقة وقلم، وهنعرف الخطوات بتاعت الرسم دي قدام، بس الطريقة دي هتفيدك في كل حاجة في البرمجة، مش مجرد هياكل بيانات بس. حتى لو انت بتتعلم لسه الاساسيات، ففكرة انك انت ترسم الكود وتشوف الكود ده اشتغل ازاي من غير ما تدوس رن كده وتشوف والله انا طبعت مثلا وليكن احمد عادل 10 مرات، فدوست رن لقيته طبع احمد عادل 10 مرات. لا، انا عاوز اعرف هو ليه طبع احمد عادل دي اصلا 10 مرات، ليه ما طبعهاش 9 مثلا وليكن. ففكره انك انت تعمل تريسنج للكود او انك انت تشوف الكود ده اشتغل ازاي، دي من افضل الطرق اللي هتفهمك فعلا هو الكود ده اتكتب ليه. طيب نرسم موضوع هياكل البيانات ده ازاي، عشان انا مش فاهم هو ازاي نرسمه. دلوقتي تعالى ناخد مثال بسيط جدا عشان نفهم الموضوع ده ماشي ازاي. دلوقتي دي جمله فور. جمله فور وظيفتها ان هي تطبع عناصر او تطبع ارقام من 1 لحد 5. فانت شايف الكود كده، وحتى لما انا اجي ادوس رن هتلاقي ان الكود اشتغل عادي جدا، ودلوقتي طبع من 1 ل5. دلوقتي انا عاوز اعرف هو الكود ده ليه اصلا طبع من 1 لحد 5. فهتعمل ايه بقى يا صاحبي عشان تعرف الموضوع ده ماشي ازاي وتفهمه؟ هتمسك ورقة وقلم، هتقول انا عندي دلوقتي ان الاي بتساوي الواحد. طب الشرط بتاعها بيقول ان الاي اقل من او تساوي ال5، يعني بيسأل سؤال هل الاي اقل من او تساوي ال5 ولا لا. وبعد كده بزود على الاي واحد. طب انا عارف ان جملة فور دي هي جملة تكرار، يعني بتفضل تكرر لحد ما الشرط اللي احنا لسه قايلينه اللي هو واحد اقل من او يساوي ال5 ده يخلص او ما عادش يتحقق تاني. حلو قوي. تعال نشوف اول لفة كانت الاي بتساوي كام. لقيت ان الاي بتساوي واحد. طب الشرط اتحقق؟ فعلا الشرط اتحقق لان واحد اقل من ال5. طيب خلاص، ادخل جملة فور وشوف هي عاوزة تعمل ايه. قالت لك ايه ده انا عاوز اطبع الاي. طب الاي دي بكام؟ الاي دي لقيتها بواحد. شفت انا قاعد دلوقتي ماسك ورقة وقلم وقاعد بكتب وبرسم. هفضل ماشي كده بورقة وقلم او حتى تابلت لو معاك، بس مش شرط نهائي ان يكون معاك تابلت، اهم حاجة بس يكون معاك ورقة وقلم وده متاح عند الكل. وتفضل ماشي مع الكود خطوة خطوة، تشوف كل خطوة ليه حصلت. طب افرض انا في خطوة فعلا انا مش فاهمها، يعني مثلا وليكن الشرط ده انا مش فاهمه، خلاص هدخل ابحث وادور واشوف هو الشرط ده ليه معمول، او ليه الجزء ده مكتوب هنا بالذات، اشمعنى مكتوب هنا. فدي من الحاجات اللي هتفهمك الكود اللي انت كاتبه بشكل كبير قوي قوي. مش زي لما اقول لك والله دي جمله فور بتطبع من 1 ل5، وافضل كده اقول لك ان الاي اقل من او تساوي ال5، واقول لك كلام وانت اصلا مش مستوعب الكلام ولا حتى شايفه قدامك. لان الموضوع انت كل اللي انت بتعمله ان انت شغال على كومبايلر، يعني شاشه سوداء، فكل حاجه كده في الشاشه هتلاقيها سوداء وهتلاقيها، يعني الموضوع هيكون رخم قوي. مش زي لما انت تمسك ورقه وقلم وتشوف انت الكود ده عباره عن ايه والكود ده مكتوب ليه، وتتبع الكود ده ايه اللي بيحصل فيه. طب ايه اللي دخل الكلام ده في هياكل البيانات؟ ده كود بسيط بتاع اساسيات. هو نفس الطريقه اللي انت شفتها في الاساسيات او في جمله فور بسيطه جدا، هي اللي انت هتشوفها في هياكل البيانات، بس بالرسم بقى، لان احنا هنا فعلا هنبدا نرسم. انا هوريك كود دلوقتي وتقول لي ايه رايك في الكود ده، على الرغم انك انت مش هتكون فاهم فيه ولا كلمه، وده شيء طبيعي جدا، بس شوفوا ده الكود. طيب لو جيت عملت لك زوم اوت كده ووريتك الكود ده الرسم بتاعه عامل ازاي، هل الموضوع هيكون واضح بالنسبه لك ولا لا؟ هتقول لي يا عم احمد والله انا ولا واضح ليا الكود ولا واضح ليا الرسم. ده شيء طبيعي لانك انت ما تعرفش الحاجه اللي انا كاتبها، بس دي حاجه اسمها دبل لينكد ليست في هياكل البيانات، لما تدخل فيها ان شاء الله هتعرفها. بس الفكره تخيل لو انا ما كنتش عملت لك زوم اوت ووريتك الرسمه دي، وانا جاي اشرح لك دلوقتي الدبل لينكد ليست وبقول لك ده الكود المسؤول على وظيفه معينه، هل انت هتفهم حتى لو فضلت اعيد لك الكود ده 100 مره؟ اكيد طبعا لا.
طب لو جيت رسمت لك الكود ده وكل سطر بدات ارسمه، لان في هيكل البيانات نقدر نرسم بقى، نقدر نرسم حاجه اسمها نود او صندوق كده، يعني المهم ان هو بيتحط فيه رقم. فمالكش دعوه انت بالموضوع ده، بس انا بتكلم على الجانب ايه، فكره انك انت ازاي تذاكر هيكل البيانات. فهتلاقي ان الموضوع بسيط جدا في حاله انك انت رسمت، لانك انت لما ترسم انت فعلا هتكون فاهم الكود اللي انت كاتبه، او الكود حتى اللي هو مشروح لك. طيب يبقى حل المشكله بكل بساطه انك انت تعمل تريسنج للكود بتاعك. يعني ايه تريسنج؟ يعني تشوف الكود ده اشتغل ازاي وايه اللي بيحصل فيه. تاني حاجه انك انت هترسم على ورقه وقلم. انا الصراحه بستخدم تابلت، بس كنت في الاول بستخدم ورقه وقلم عادي جدا، ولحد الان في حاجات كتيره جدا بستخدم فيها ورقه وقلم، لان بالنسبه لي بتبقى احسن. احساس الورقه والقلم كده بيبقى افضل من فكره انك انت تمسك تابلت. التابلت اللي معايا ده التابلت اللي انا بستخدمه، هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن برضو. بس انا جاي اقول لك انك انت مش محتاج اي حاجه، كل اللي انت محتاجه ان هو ورقه وقلم بس مش اكتر. البرنامج اللي انا بستخدمه برضو في حاله الماك او الويندوز عشان اقدر ارسم عليه بالقلم ده على التابلت طبعا، هو برنامج اسمه وايت بورد مايكروسوفت، او مايكروسوفت وايت بورد، حاجه زي كده. بتقدر تستخدمه على الماك او حتى على الويندوز. بس اللي انت محتاج ورقه وقلم مش اكتر، وهيكون بالنسبه لك على فكره احساس الورقه والقلم احسن من فكره التابلت. بس انا التابلت بستخدمه عشان بس فكره لو انا كنت بشرح حاجه او كده، فاكيد مش هعرف اشرح على ورقه وقلم، فبستخدم التابلت. تمام. طيب تاني مشكله بقى، او كانت اول مشكله عندنا، هو ان انا مش عارف ازاي افهم هياكل بيانات. ما بكل بساطه ان انا لو جيت رميت لك كود كده بتاع هياكل بيانات، او رميت لك اي حاجه فيها كود من غير ما اوضحها لك برسم، او حتى توضحها لنفسك برسم، انت عمرك ما هتفهمها. فهي دي المشكله، يعني هما الاتنين ليهم نفس الحل. اول حاجه انك انت لو مش فاهم هيكل البيانات فلازم ترسم الكود وتفهمه واحده واحده، وما تستعجلش عشان تقدر تفهم الموضوع ده ماشي ازاي. فهنلخص الموضوع ده بكل بساطه. اول حاجه انك انت تذاكر هيكل البيانات بالرسم، وتشوف وتاخد على فكره الرسم دي تطبقها على اي حاجه انت بتتعلمها. انا بتكلم دلوقتي خصوصا عن البرمجه، بس بتكلم على اي حاجه بتتعلمها في البرمجه. لما تيجي تشخبط كده بورقه وقلم دي هتفيدك جدا جدا جدا، والصراحه دي حاجه فادتني كتير قوي، وفادت ناس كتيره انا قلت لها على الطريقه دي. وتاني مشكله عندنا في حاله انك انت مش فاهم يعني ايه هياكل بيانات، فبالورقه والقلم هتفهمها برضه. طيب ده بكل بساطة اللي احنا كنا عاوزين نقوله النهاردة. يا رب تكون كل حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا بالنسبة لك. حابب افكرك برضو ان احنا عاملين هنا كورس هياكل بيانات، بنتعلم فيه كل حاجة من تحت الصفر، وكمان بنبدأ نتعلم فيه ازاي نرسم اصلا هياكل البيانات، وبنتعلمها طبعا بالرسم. الكورس عليه خصم 70%، هتلاقيه اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. فده بكل بساطة موضوع ازاي تذاكر هياكل البيانات. يا رب تكون كل حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا بالنسبة لك، وفخور بيك، ولازم انت كمان تكون فخور بنفسك. بس كده، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.